ناس كتير بتسأل ايه هو افضل شاطئ في اسكندرية. الحقيقة ان كل شاطئ وليه طابع خاص، ولكن بعد لف ودوران كتير اخترنا ليكم افضل 3 شواطئ في اسكندرية من حيث الاسعار والخدمات، مناسب للعائلات ولا لا، وكل حاجة انت ممكن تعرفها. الشاطئ اللي معانا النهاردة شاطئ ناس كتير قوي ما تعرفش ولا تسمع عنه. الشاطئ ده 1 ما فيهوش زحمة، 2 مناسب للعائلات، 3 سعره يعتبر رخيص مقارنة بالجودة بتاعته. خليني اقول لكم على سعر او رسوم الدخول. رسوم الدخول 20 الواحد، تمام. وبعد ما بتخش رسوم الشاطئ، رسوم الفرد الواحد 75 جنيه. في الكافيتيريا المكان بتاعها واسع كبير جدا، وفي من الناحيه الثانيه في حمام سباحه. هحاول على قد ما اقدر كده اوريكم الكافيتيريا موقعها ازاي، يعني موقعها جميل جدا. دي الكافيتيريا اهي اللي ورايا دي. الكافيتيريا من جوه كراسي كويسه ونظيفه، والمكان واسع، وفي حمام سباحه، ومنها على البحر على طول. يعني انت ممكن تقعد جوه لو حابب تقعد جوه، وممكن تقعد بره على البحر، يعني زي ما انت شايف كده اهوت اهو كراسي اهي زي ما انت شايف. كل دي كافيتيريا انت ممكن تقعد فيها. يعني من حيث الكافيتيريا فهي جودتها. تعالوا بقى نشوفوا الحمامات. احنا لسه ما تعمقناش في الصيف قوي، وموجود هنا هو مخبز وحواوشي، يعني برضو لو جعت من ناحيه الاكل برضو متاح اكل. يعني بصوا يا جماعه، الشاطئ هو اللي ورايا ده اسمه 26 اسمه 6 اكتوبر. خلينا بقى نتكلم عن حاجه ما اتكلمتش عنها، وهي المواصلات وسهوله المواصلات. الشاطئ ده عشان توصل هو مكانه مش بعيد، هو مكانه في منطقه الانفوشي. تركب بحري او منشيه، بتنزل تخش بيك اللي هو الشارع اللي في وش القلعه، بتمشي حوالي زي 500 متر او اقل، بتلاقي الشاطئ على يمينك بالظبط. هو قبل الشيخ وفيق، محل الشيخ وفيق قبليه بحاجات بسيطه يعني. فانت لو وصلت المنطقه دي وسالت فين شاطئ 6 اكتوبر، اي حد هيقول لك عليه. نادي وفندق 6 اكتوبر الانفوشي. بالنسبه للاسعار زي ما قلنا، سعر الدخول الفرد الواحد ب 20 جنيه، الدخول الشاطئ الفرد ب 75 جنيه الفرد الواحد، اللي هو كرسي وشمسيه. الشاطئ ده مناسب للعائلات اكتر ولا للشباب؟ بصراحه اللي انا شفته هو مناسب للاثنين عادي، يعني ممكن يبقى فيه عائلات وممكن يبقى فيه شباب. بالنسبه للامن، الامن اللي موجود هناك اصلا اللي هو تبع القوات المسلحه، هم عساكر، فطبعا دي حاجه يعني تطمنك لان الامن هناك عالي. يعني بالنسبه للميه احنا ما نزلناش، ولكن احنا شفنا ناس نازله بتنزل وعادي، يعني مش بتعاني اللي هو في سحب او في موج. لا، ما فيش موج زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو، ما فيش موج في الشاطئ. الاطفال ممكن ينزلوا، اعتقد ممكن ينزلوا، بس طبعا لازم تبقى واخد بالك يعني. والميزه بقى في الشاطئ ده ان انت ممكن تتصور فيه صور حلوه، يعني لان هو في ظهره على طول القلعه. في شواطئ هتخطفك من اول نظره، بس مش اي شاطئ ينفع ليك. الشاطئ اللي معانا النهارده او ثاني شاطئ هو شاطئ السلسله. بالنسبه لسعره، سعر التذكره اهي 15 جنيه الفرد، ده رسوم الدخول، غير الكراسي غير الكراسي والشمسيه. يعني الفرد تقريبا عامل 50 جنيه بالنسبه للكرسي والشمسيه. ده بالنسبه للسعر. يعني الشواطئ اللي هتشوفوها النهارده في الفيديو، في شواطئ يعني هتبقى غاليه شويه، في شواطئ هتبقى سعرها متوسط شويه. فاحنا اخترنا 3 افضل شواطئ موجودين هنا في اسكندريه، يعني من حيث السعر، من حيث الخدمات، الجوده، الزحمه، مناسب للعائلات ولا لا. تعالوا كده خليني اوريكم الحمامات، لو في كافيتيريا، الخدمات. الشاطئ ده مناسب للعائلات اكتر ولا للشباب؟ لا، الشاطئ ده مناسب للشباب اكتر. تقريبا عدد الشباب اللي موجوده هنا سواء بنات او شباب تقريبا نسبتهم اكتر من 80%. عدد بسيط جدا من العائلات هنا. يعني من حيث المواصلات او سهوله الوصول، الشاطئ ده موجود في منطقه الشاطبي بالظبط، عشان لو حد حابب يجي هنا. دي مكتبه اسكندريه اهي زي ما انتم شايفين ماشي. الشارع ده انا مش عارف اسمه ايه، هو الشارع ده في اخره مدافن اهو، عشان لو حد عايز يجي. مكتبه اسكندريه اهي. وده الشاطئ اسمه شاطئ السلسله اهو، لا اسمه بس اليافطه مكسوره. فانت لو جيت هنا الشاطئ وسالت فين شاطئ السلسله، هو مفيش غيره، يعني مفيش شاطئ ثانيه لحمه فيه، هو الشاطئ ده بس. في دش، هو ممكن يكون بسيط شويه زي ما انتم شايفين اهي. مش عارف فيها حمام ولا لا. حمام فين بقى؟ تعالوا اوريكم الحمام. ده الحمام طبعا مش احسن حاجه. دي الكافيتيريا اللي ورايا زي ما انتم شايفين كده، في منها مكان برضو داخلي ومنها مكان خارجي، بس هي مستقله عن الشاطئ، يعني دي لوحدها. نزول الميه مناسب للاطفال ولا لا؟
ما اعتقدش ان هو مناسب للاطفال. الشاطئ زي ما انتم شايفين الموج فيه عالي، الميه مش احسن حاجه زي ما انتم شايفين، ولكن هو ممكن زي ما قلنا هو مناسب للشباب اكتر يعني. شاطئ من حيث الزحمه يعني هو مش زحمه ومش زحمه، يعني هو وسط، او ممكن يكون عشان احنا لسه ما دخلناش في الصيف قوي فمش زحمه قوي، ولكن اعتقد شاطئ بالحجم ده في وقت الصيف بيبقى زحمه اكتر يعني، لان حتى المساحه بتاعته مش كبيره زي ما انتم شايفين اهو. لا الموج عالي، ما فيش ناس كتير نازله يعني. هو نسبيا مقارنه بالسعر كويس يعني. اخر حاجه انا هتكلم فيها هي الامن، يعني انا شايف ان الامن يعني لو انت هتدخل ويبقى معاك حاجات لا خليها معاك ماشي. الامن ايه لا يعني هنخلينا نقوله مثلا الامن بتاع الشاطئ متوسط يعني. لو الفيديو بقى عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتشير بقى الفيديو مع حد جاي اسكندريه قريب. انا طالع عشان اصور لكم اسكندريه من فوق، لقيت الاخ ده بس هو متضايق مني مش عارف ليه. ممكن يقف هيجي يعني. لا ده عبته جامده تصدق. يعني هو بيعضني كنوع من هو بيدافع عن نفسه يعني. بالظبط. انما انا اتعامل معاه عادي. هو بيتكلم؟ بس هو طبعا عشان احنا في مكان جديد عليه فقال من الطريق هايب شويه. بيقول شيكو. شيكو ده اسمك؟ لا اسمه هو. وهات بوسه. بيقول هات بوسه، بيقول بابا، بيقول الو. هو ممكن يتكلم بس يامن للمكان لان ده بالنسبه له مكان جديد. ده ايه نوعه ايه ده؟ ده مكاو بلو اند جولد. مكاو بلو اند جولد. بلو اند جولد ده اللي هو لون الالوان بتاعته. يعني الاخ ده استرالي يا جماعه. معاك جواز السفر بتاعه؟ طبعا. بجد؟ ايوه. ده الاتوبيس اهو يا جماعه. تذكره الفرد 28 جنيه لواحد من هو يعني هي 28 ركبت من اي حته هي 28 يعني مثلا من بحري لحد المنتزه ب 28. الميزه بقى في الاتوبيس ده اللي انت بتشوف الكورنيش كله، فبتبقى قاعد بتتفرج بقى الكورنيش ده كله، فهو لوحده فسحه يعني، فاللي ما جربوش يجربه. مؤاخذة احمد هات السليم. معلش مش هصور غصب عني والله. ثالث شاطئ معانا موجود النهارده وهو شاطئ المنتزه. انا مش عايزك تستعجل وتقول المنتزه هو حاجه معروفه تعالوا بقى هوريكم ليه انا بقول لك شاطئ المنتزه برضو من ضمن افضل 3 شواطئ في اسكندريه. فانت لو عايز تعرف خليك معايا دلوقتي وانا هقول لك ليه. طيب اول حاجه بالنسبه للسعر، رسوم دخول الفرد 50 جنيه، دي بالنسبه بس رسوم دخول الفرد. اول ميزه في المنتزه هنا انت بتستفاد برسوم الدخول، بتستفاد بالخدمات. اول حاجه عندك طبعا الجنينه زي ما انت شايف، الخضره دي كلها والمساحه الواسعه دي كلها. المكان مغلق، لو انت معاك عيلتك معاك اطفال فهتبقى مطمن شويه لان المكان مغلق. ده اول حاجه. الامن عالي، امن كويس هنا نسبه الامن، فطبعا دي تاني حاجه. تالت حاجه لو انت بتحب الصور وغاوي تتصور كتير، المكان كله عباره عن لوكيشن بقى للتصوير. اصلا انت حابب تتصور زي ما انت شايف. احنا اتجاهنا للشاطئ فخليكم معانا بقى عشان نشوف الشاطئ بتاع المنتزه عامل ازاي. يا جماعه انتوا لو تعرفوا الكواليس اللي بتحصل ورا الكاميرا والله العظيم يعني هتقدروا فعلا وهتعملوا لايك وتشتركوا في القناه. يعني اصلا في المنتزه ممنوع التصوير، والشاطئ اللي احنا رحناه في الاول اللي هو الشاطئ الخاص بالقوات المسلحه برضه ممنوع التصوير. عشان ننقل المحتوى ده او نظهره كده بنتعب يعني، في كواليس بتحصل. يعني احنا كان لسه في شخص تبع الامن وقفنا ما كانش عايزنا نصور، فيعني اعملوا لايك. بما ان الدخول هيبقى صعب بسبب التصوير، يعني احنا دخلنا مش ممكن ما نعرفش نصور، فقلت كده ايه من بره اوريكم الشاطئ من بره عامل ازاي واقول لكم التفاصيل بتاعته يعني سريعا. الشاطئ بتاعه الموج بتاعته هاديه لحد ما، يعني مناسب اللي انت ممكن تنزله. انا شايف برده في هناك صدادات اهي، ممكن تكون هي مش مستوى الشاطئ كله ولكن في جزء منها هنا الصدادات اللي هناك دي. يعني بالنسبه للنظافه زي ما انتم شايفين يعني الى حد ما الشاطئ كويس. ما تبصوش طبعا لشويه الحاجات دي ممكن تكون يعني زي مثلا منطقه ورشه يعني
الخاصه بالشاطئ، كراسي والشمسيات زي ما انتم شايفين. بالنسبه للدخول، رسوم الدخول بتاعه الشاطئ لوحدها عامله 300 جنيه. 300 جنيه دي شامله الكرسي والشمسيه واعتقد ترابيزه. طبعا هي مش رخيصه، السعر ده مش رخيص، ولكن هو يعني شاطئ من الشواطئ المميزه في اسكندريه. هو شاطئ المنتزه. ليه مميزه؟ لا طبعا اول حاجه هو مش زحمه زي ما انتم شايفين، الخدمات اللي فيه كويسه، المكان اللي فيه مميز، الميه بتاعته زي ما انتم شايفين يعني الى حد ما كويسه نظيفه. ده مكان لسه بيتم تجهيزه زي ما انتم شايفين اهوت، فالشاطئ يعني بيتعمل فيه تعديلات وتجديدات. الشاطئ ده مناسب للعائلات اكتر ولا للشباب؟ والله انا من وجهه نظري شايف ان هو العائلات اكتر يعني، لكن للاسف التكلفه بتاعته مش بسيطه، التكلفه بتاعته عاليه. لو اسره مثلا مكونه من 4 افراد مثلا ممكن تدفع لها تقريبا اعتقد هيبقى في رينج ال 1000 جنيه، فطبعا ده مبلغ مش قليل. ولكن انا قلت ايه يعني احاول اصور لكم زي ما قلنا يعني ايه ما بين الحاجه المتوسطه، ما بين الحاجه العاليه، ما بين الحاجه البسيطه. اتمنى تكون ان الشواطئ اللي احنا صورناها النهارده تكون عجبتكم يعني، او تكون مرجع للناس اللي هي بتفكر تيجي تصيف في اسكندريه في صيف 2025. ما فيهوش انشطه كتير يعني زي مثلا لو انت تركب لانش او مركب او بدال او الحاجات دي مش هتلاقيها كتير في الشاطئ دي، متوفر منها عدد بسيط. معرفش اصلا هينفع تركبه هنا ولا لا، ولكن في شاطئ تاني، الشاطئ ده اصلا خاص بالحاجات دي، هو مش خاص بالنزول الشاطئ يعني، هو خاص بالانشطه دي لو انت حابب تعملها يعني. معرفش هل مصرح ان انت ممكن تستخدمه ولا لا يعني. زي ما انتم شايفين هناك اهي في مراكب وفي لانشات، في حاجات من دي، في انشطه للاطفال هنا اهي. بس طبعا انا مش عارف هل انت ينفع اصلا تدخل الشاطئ ده ولا لا، ولازم تكون نزيل في الفندق. حقيقي ما عنديش معلومه، ولكن ده خاص بفندق اسمه روكسي. قولوا لنا بقى في التعليقات هل ال 300 جنيه يستاهل فعلا انك تدفعهم في الشاطئ ده ولا لا.